اهلا بيكم. غالبا كلنا شفنا الطرح الجديد بتاع ماونتن فيو، واحنا بنقلب في السوشيال ميديا شفنا اعلانات، وممكن يكون جالك مكالمات من سيلز بيعرضوا عليك الطرح الجديد بتاع ماونتن فيو في الساحل الشمالي. سيدي عبد الرحمن. خليني الاول اقول لك، هو انت ايه اللي يخليك تشتري او ايه اللي يخليك تحجز تسيب شيك اي او اي وقت الطرح لاي مشروع عامه؟ اولا هو لو انت بتدور على استثمار او حتى عايز تسكن، ان سعر الطرح بيبقى هو ده اقل سعر للمشروع حاليا. يعني لو انا بكلمك النهارده على عقار سعره وقت الطرح ب 10 مليون، هو بعد الطرح سعره عمره ما هيفضل 10 مليون، هو اكيد سعره هيزيد. فانت وقت الطرح انت بتضمن السعر بتاع دلوقتي اقل سعر للمشروع. ولو انت مستثمر، اللي بيستثمر فاهم النقطه دي كويس، هو بيدفع بيشتري العقار اللي هو ب 10 مليون. طبعا هو ما بيدفعش 10 مليون، هو بيدفع مقدم وأقساط مثلا على سنه قدام، نقول مثلا حوالي مليون، وبعد كده بيعمل اعاده بيع بعد السنه دي يحط عليها اوفر مليون على حسب سعر السوق للعقار ده وقتها. فهو بيكون استرد المبلغ اللي دفعه وعليه كمان مليون، يعني هو عمل دبل لفلوسه تقريبا من غير ما يعمل حاجه، او بيستنى لغايه ما يستلم العقار ويأجره، بيجي له عائد ودخل من العقار ده نفسه في المستقبل، ولو حابب يسكن فيه. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن أنت وقت الطرح بيبقى ليك أولوية في الحجز، أنت بتبقى ضمنت خدت دور يعني في حجز العقار وقت الطرح. أولوية في تحجز اليونت، اللوكيشن اللي أنت عايزه، السعر المناسب، المساحة، الحاجات دي كلها. تالت حاجة إن الشيك ده مسترد بالكامل، سعر قيمة المبلغ ده مسترد بالكامل في حالة لو أنت تراجعت عن قرارك في الشراء. يعني أنا من الآخر أنا مش خسران حاجة، أنا لو مهتم بمشروع. عشان كده هو اسمه اي او اي، اكسبريشن اوف انترست، او ابداء رغبه، ابداء اهتمام، ان انا بقول للشركه انا مهتم بالمشروع ده، مهتم ان انا اشتري في المشروع ده. انا لسه ما خدتش، ممكن اكون مش بالضروري ان انا خدت قرار الشراء 100%، بس انا مهتم بالمشروع ده، فانا ضمنت سعر الطرح وضمنت ان ليا دور في الحجز. وقت الطرح لو حبيت اتراجع في القرار ده بيسترد المبلغ ده بالكامل. بالنسبه لمشروع ماونتن فيو الساحل، ده فرصه مناسبه جدا ليك كاستثمار او حتى كسكن، لو انت عايز يبقى ده مصيف ليك في المستقبل. لان هو في قلب سيدي عبد الرحمن، ودي اخر قطعه ارض في سيدي عبد الرحمن. اللوكيشن ده بالخصوص عليه طلب عالي جدا، وتقريبا ساعتين ونص من القاهرة، يعني كمان يعتبر مصيف ويك اند، لو انت طالع تصيف ويك اند وترجع تاني ده مكان مناسب جدا. غير ان ماونتن فيو طبعا ده مطور كبير وليه سابقة اعمال وسمعة في السوق، يعني قوية جدا. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر، مهتم بالمشروع، حابب تسيب اي او اي، كلمني وهنقدر نساعدك في اي وقت. احنا بنتعامل مع تيم قوي من ماونتن فيو، وبنتعامل بطريقه بروفيشنال، فنقدر ان احنا نوصلك بالشركه. لو حابب تعرف تفاصيل تسيب شيك بشكل منظم بعيد عن الزحمه والخناقات اللي بتحصل وقت الطرح، فكلمني في اي وقت وهكون سعيد جدا ان انا اقدر اساعدك. شكرا لكم.